حاولت أن نعطيها عنوان، لقيت أنه أحسن عنوان هو محاولة للفهم، بمعنى أنه لا للتخوين ولا للاصطفاف وراء هذا الزعيم أو ذاك، لأننا الآن تفصلنا مسافة زمنية كافية عن هذا الصراع البورقيبي اليوسفي تمكننا من التقييم، أعتبر أنها تمكننا من التقييم الموضوعي. التقييم الموضوعي الذي يفترض أو يتطلب شرطين اثنين. الشرط الأول هو أن لا يتموقع المرء أو لا يتموقع الباحث في تلك الفترة الزمنية ويقف عندها وكأنها تدور اليوم. عندما يقف في تلك الفترة لن يستطيع أن يقدم تقييما موضوعيا. الشرط الثاني أن لا ينطلق من قواعد أو قاعدة ثابتة أن هذا الطرف هو الذي يملك الحقيقة، أن بورقيبة يملك الحقيقة أو صالح بن يوسف يملك الحقيقة. عندما ينطلق من هذه المنطلقات التي قد تكون منطلقات سياسية نظرا لانخراط هذا الشخص أو ذاك في التيار في أحد التيارين لن يكون موضوعيا. وقد لاحظنا مثل هذه القراءات من البورقيبيين كما لاحظنا قراءات أخرى من الذين يصنفون على أساس أنهم يقفون إلى جانب صالح بن يوسف. هذه الملاحظة التي أردتها قبل المداخلة. بالنسبة إلى القراءة الموضوعية لهذا الصراع، أنا أقول أنه لا يمكن أن نقرأ قراءة موضوعية هذا الصراع إذا لم ننخرط في نطاق الفكر النسبي. النسبية هي التي تجعلنا نقرأ هذه القراءة الموضوعية. وأريد أن أنطلق بقولة أو باستشهاد لشخص يعتبر بورقيبي، وزير عمل في حكومة بورقيبة لمدة طويلة، وقدم شهادته ضمن الشهادات التي كانت تقدم ولا تزال في مؤسسة تتميم للبحث العلمي. الشخص هو طاهر بن خوجة الذي كان وزيرا للداخلية ووزيرا للإعلام في مناسبتين مختلفتين في عهد بورقيبة. يقول في إطار رؤيته للصراع البورقيبي اليوسفي أنه لا يمكن أن نعتبر بورقيبة على حق مطلق ولا بن يوسف يملك الحق المطلق، لكن ما رجح كفة بورقيبة في ذلك الصراع هو أن كبار السياسيين من أمثال الطيب المهيري والمنجي سليم ومحمد مصمودي وأحمد المستيري وقفوا معه وسندوه. يعني أن الحق ليس إلى جانب أي طرف منهم، ويعني كذلك أن اللعبة، إذا كان أحسننا قراءة هذا الاستشهاد، أن اللعبة كانت في جوهرها لعبة سياسية، يعني الذي فاز بين ظفرين أو انتصر هو الذي أحسن توظيف العناصر السياسية في هذا السياق. هل يمكن أن نعتبر الصراع البورقيبي اليوسفي هو صراع مثل ما يفسر الآن بين إيديولوجيات أو بين مواقف سياسية، بين حداثة وبين هوية أو رجعية، وإن كانت الهوية ليست سمة للرجعية، بين التغريبيين وبين العروبيين؟ أنا أعتبر أن هذه التفسيرات هي إسقاطات إيديولوجية، لأن جوهر الصراع، وسآتي على ذلك، لأن جوهر الصراع كان ما يمكن أن نسميه هنا بصدام الزعامات، صدام الزعامات بين الرجلين. لأننا قرأنا العديد من الدراسات التي تتحدث عن راديكالية صالح بن يوسف السياسية مقابل عمالة بورقيبة لفرنسا أو للغرب، وهذا حسب الوقائع التاريخية غير صحيح، لأن سياسيا وقبل هذا الصراع
لم يكن صالح بورقيبة سامحني، لم يكن صالح بن يوسف ما صالح بن يوسف السبت حتى جماعة. مرة واحد في الثمانينات كتب مقال في جريدة المغرب مجلة المغرب وزيد فكر سميه إلى الصديقين اللدودين محمد الغنوشي وراشد الهمام. قلت أنه هذه التفسير غير صحيح باعتبار أن الذين درسوا مواقف صالح بورقيبة صالح بن يوسف قبل هذا الصراع لم تكن مواقف أكثر راديكالية، بل بالعكس كان يصنف أنه أكثر ميولا في فترة من فترات للبيات من بورقيبة الذي كان يتبنى الفكر الجمهوري. وهناك من الباحثين من اعتبر من بين أن بن يوسف كان يدعو إلى الملكية الدستورية في الأربعينات، وأنه اتفق اتفاقا ضمنيا مع أحد بيات على أساس ترتيب الأوضاع فيما بعد. فيعني لابد أن نزيل هذه القناعة التي أصبحت بمثابة العقيدة، وكأن شخص راديكالي سياسيا والآخر مايل أيضا مما يبين أن هناك صراع الزعامات بين رجلين هو غياب الوفاق وعدم القدرة التوصل إلى الوفاق، لأنه لو مثلا تم الأخذ ببعض الوساطات التي حاولت التقريب بين رجلين في تلك الفترة لتجنبنا هذا الصراع. وهناك وساطة شهيرة هي وساطة الاتحاد العام التونسي للشغل لا تجنبنا، لكن ربما شخصية الرجلين منعت هذا الوفاق. كان هناك كبرياء زعاماتي منع من هذا الوفاق، ولم يتمكن أحد منهما للتنازل للآخر. هذا أيضا صعب الوفاق وصعب حل هذا المشكل ودفع باتجاه التصادم. ومما يؤشر على ذلك ما ذكره الأساتذة مثلا من أن بن يوسف، وهي غلطة تكتيكية، عندما قلت في البداية أن المسألة مسألة توظيف العناصر السياسية فهي غلطة تكتيكية، عندما لم يحضر مؤتمر صفاقس الذي كان مؤتمرا حاسما كما لم يحضره خصومه. وحدثني الكثير من الوزراء الذين قدموا شهاداتهم أن كانت هناك وسطات لآخر لحظة، وكانوا قبل انطلاق المؤتمر هناك من قام بهذه الوساطات، وهو في بيت صالح بن يوسف. المرة هذه صالح بن يوسف في مونفلوري عمر على ما أعتقد كان بيته، كان يقنع فيه لآخر لحظة لكنه رفض الحضور، وهذا مما دفع باتجاه الصيام. مسألة أخرى برزت أيضا وربما هي التي رجحت كفة بورقيبة في هذا السياق هي البراغماتية